السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد عبد المجيد. صورة تانية من صور نفاق وجهل الشعب اللي أكتر من 98% منه أصبح جاهل، عديم التربية، عديم العقيدة والدين. زعلانين إن محمد رمضان الصرصار، محمد رمضان آسف، طلع ورقص ببدلة رقص. لكن كانت حلوة لما سمير غانم لعنة الله عليه مطرح ما راح عمل لهم دور واحدة ست أكتر من 5-6 مرات في حياته. مرة لبس فستان، ومرة لبس جيبة وبلوزة، فاكرينه لما كان بيتجوز جورج سيدهم على خشبة المسرح في تمثيلية يا صبحي، ولبس أكتر من 3 أو 4 جلاليب حريمي، ولبس بدلة رقص في أفلامه. عادل إمام الزعيم بتاعه مثل دور الست أكتر من 4 مرات لبس فيهم حريمي، ولبس جلابية مخصي، آسف في اللفظ، مخصي، في فيلم السيد درويش. وكان طالع في الفيلم ده يا محترمين يلي توحدوا الله صبي علمة شاذ. وعندكم الفيلم ولبس هدوم الشواذ وحط مكياج. نفس الوضع فاروق فلوكس، لبس هدوم الشواذ في فيلم ضرب الهوى وحط مكياج وكان قايم بدور صبي علمة وشاذ. كانت حلوة. اسماعيل ياسين عمل فيلم طول الفيلم كان طالع فيه بشخصية واحدة اسمها الأنسة حنفي، اتجوز وخلف، وطول الفيلم كان لابس لبس واحدة ست. كانت حلوة. عمل كم مرة دور الواحدة الست ولبس جلابية. محمد صبحي عمل، سعيد صالح عمل، فؤاد المهندس عمل، عبد المنعم مدبولي عمل. واتحداك لو ما كان اكتر من 3/4 مثلوا دور الست، مثلوا دور الشاذ، مثلوا دور الرقاصة، ولبسوا لبس الرقاصة، ولبسوا هدوم حريمي. فزعلان ليه اما حفيدهم عمل كده؟ عارف هيطلع المنافق منكم ويقول لي اصل ده كان قدام الكاميرا. يا منافق يا ابن المنافق، هي الكاميرا اللي كانت بتصوره دي ما كانش ماسكها 9، وكان الصوت واقف ماسك المشرفين عليه اكتر من 12، ومخرج ومساعد مخرج وغيره وغيره وغيره. والفيلم مش طالع ما محمد رمضان هو التاني برضه عملها واحنا شفناها، ما شفناهاش على العلن. يا منافقين يا ولاد المنافقين، ما انتوا حلوين اهو بتكتبوا اكتر من 200 مليون كوميكس على محمد رمضان، و70,000 فيديو، واكتر من 300,000 وش جديد يطلع يقول لك انا ما بعملش فيديوهات لكن طالع مخصوص. ليه؟ اصل اهان علم مصر، اهان علم مصر، العلم اللي عملوه الانجليز اهانوا. طب فين الدين؟ نادر ما تسمع كلمة القيم والاخلاق يا دوب تتقال بالقوة، مش ضد القيم وضد الاخلاق وضد مش عارف ايه. طب فين دين ربنا؟ نادر قوي اللي يتكلم لك فيه، لكن كله مركز لا دي اهانه لعلم مصر. مش كده؟ ما كل اجداده عملوها قبل كده. اشمعنى من محمد رمضان الفاجر العاهر المشخصات اللي ملوش لازمه، اللي كان زفت اسف في اللفظ خرا، وعملت له ساعر زي ما عملته ساعر اللي قبل منه واللي قبل منه؟ ومش عمرو دياب بيلبس لكم حلق وضرب لكم وشم بتقولوا عليه تاتوهات؟ مش قبل كده طلع مغني ولبس لكم هدوم حريمي معرفش اسمه احمد سعد ولا ايه؟ جت على محمد رمضان. الناس طلعت عملت كوميكسات وعملت فيديوهات واتكلمت وقضية وترند وقلبنا الدنيا. عارفين لو تعملوا كده للحرية ربنا هيكرمكم. عارفين لو تعملوا نفس اللي عملتوه دون بعد موال رمضان دون للعلم للعقيدة، والله كان ربنا كرمكم. اتفرج يا اللي بتقول لي الشعب غلبان، الشعب ما فيش في ايده حاجة، الشعب مغلوب على امره، الشعب مش عارف يتجمع ازاي. بيتجمعهم في ترندات زي دي، وبيتجمعهم في هبل زي ده وعبط زي ده. بتلوم على محمد رمضان ليه؟ فؤاد المهندس كان عبقري وهو لابس بدلة الرقص اكتر من 3 مرات ومثل دور واحدة ست 50 مرة. لكن محمد رمضان وحش يا اخي. ده كان عظيم من زمن من ايام الزمن الفن الجميل اللي ضحكوا على اللي خلفتك بيه. وده وحش كخة من ايام الزمن الوحش
هات لي ممثل عندك، يعني يمكن معظمهم عمل واحدة ست ولبس هدوم ست، مش كده؟ ومنهم اللي لبس بدلة الرقص قبل كده. مش هو ده اللي علموه لأبوك وجدك ودلوقتي علموه لأولادك؟ بتلوموا عليهم ليه؟ محمد رمضان عايز يقلبكم كلكم شواذ ماسونيين كفرة ما تعرفوش ربنا، وهي دي رسالته. مش محمد رمضان ده اللي كان قاعد مع صهاينة بيغني معاهم في الإمارات ومحدش فيكم قدر يفتح بقه وقال المخابرات هي اللي مودياني؟ مش كده؟ طيب الفناكيش هتكتر إن شاء الله. أدا فنكوش رمضان محمد رمضان ضيعتولكوا فيه يومين. آخر بس عملته أول امبارح قلت اصبر، فضايح جاية ما تقلقش، وما تقلقش في فضايح من دي جاية كتير. خد نفس انت عميق كده عشان تعرف تواصل. النهاردة رمضان طلع بهدوم رقاصة، بكرة هيطلع لك واحدة عريانة ملط، بعد بكرة يلبس لك مش عارف مين ايه، وانت انسى دينك وانسى دنيتك وانسى ارضك اللي بتتباع وانسى كرامتك اللي مهدورة وانسى اهل غزة ودور الجري ورا ده كله. حلال فيكم ابن مليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما بحبش النفاق، انا عدو النفاق وعدو الجهل. يا علم يا واطية، يا علم يا واطية، يا علم يا واطية، يلا اعترفتوا ان الكرة حرام لكن محمد ابو تريكة فلوسه حلال. يا علم يا واطية، يلا اعترفتوا ان الكرة ملهاه وان غلط نذكر اسم ربنا في الملاعب، لكن لما ابو تريكة يسجد له في الملعب باللباس على نعمة الجون القمار يبقى حلال. اسمع يا ابن انت وهو، ربنا ما بينصرش اللي بوشين، ربنا ما بينصرش المنافق. اقسم بالله العيب مش من ابن مليكة ولا من الكفر اللي معاه ولا من الخونة اللي معاه، العيب منكم انتم. وطول ما الناس بتطبطب عليك وتقول لك لا انت غلبان، والله بيضحكوا عليك وما هتقوم لك قومة. سلام تاني.